هنعمل مع بعض النهاردة الكنافة بالكريم كراميل. جميلة جدا وطعمها حلو جدا وسهلة، وكنافة بطريقة مختلفة. أنا عملت على القناة عندي عدد كبير جدا من أنواع الكنافة المختلفة. يلا مع بعض النهاردة نشوف طريقة عمل كنافة بالكريم كراميل. يلا مع بعض. أول خطوة بنجيب الكنافة، ممكن تحطيها في الفريزر وبعدين تقطعيها. أنا صراحة جبتها فريش وقطعتها بالطريقة ديت من تقطيع صغير جدا جدا، تبقى حلوه جدا وسهله. يعني لو حطيتيها في الفريزر بتبقى سهله عليك، ممكن تضربها في الكبه او ممكن تقطعها بايدك. بعد كده بجيب الطاسه على النار، بحط فيها كميه حلوه من السمنه تسخن، وبنزل بالكنافه. ممكن احط جزء وارجع احط جزء تاني زي ما احنا شايفين كده، وهبدا بقى في التقليب فيها. دايما ايدي تكون فيها عشان الكنافه ما تتحرقش. وانا برضو حمرتها في كذا طريقه من طرق الكنافه اللي عملتها عندي على القناه، مطولة جدا في المدة في فيديوهات كتير، بس مش كل دور ادور في الفيديو عشان ما يبقاش طويل عليكم وما ياخدش من وقتكم. كده بعد ما حمرناها خلاص تحمير كويس جدا زي ما احنا شايفين كده، ده اللون اللي انا عايزاه. بعد كده باخدها بفضيها في طبق بس تهدى شوية. وعندي هنا شربات الكنافة، عارفينه جدا وسهل جدا وموجود عندنا. ببدأ اسقيها بس كمية صغيرة جدا مش كتير، كمية قليلة جدا من الشربات، لان انا طبعا هحط لسه طبقات من الكريم كراميل وكده وصوص الكريم كراميل عشان ما تبقاش مسكره قوي. دي الخطوه خلاص خلصنا منها. ندخل على الخطوه التانية. هنا معايا كوبايتين من اللبن. هبدا احط بقى ايه، ربع، يعني ممكن ربع نص كوبايه سكر، حتى التحليه دي بترجع لذوق كل واحد. انا هنا حطيت يعني زياده عن ربع، حاجه بسيطه. ومعايا الكريم كراميل، هاخد منهم كيسين. هنا حطينا الكيس الاول، ده الكيس التاني. يبقى انا بس حطينا اللبن وحطينا السكر وفضلنا نقلب لحد ما غلى غلوتين تلاتة. بعد ما بيغلي غلوتين تلاتة بنطفي عليه النار وبنسيبه طبعا يهدى خالص. نبدأ بقى نكمل الخطوات بتاعتنا. انا هنا الكنافة معايا جاهزة وحاطة الشربات فيها، ومعايا كريم كراميل جاهز وبارد. هنبدأ بقى نجيب الكاسات، اي بقى نوع كاسات تحبوه، طبق بايركس كبير، طبق تقديم مختلف زي ما بتحبوا. التقديم ده بيرجع لذوقكم جدا، كل واحد بيرجع لذوقه زي ما هو عايز وحسب عدد افراد اسرته ايه. هبدأ كمان معايا اكياس الكريم كراميل، هبدأ احط في الاطباق. هنا معايا طبق تاني اهو، هحط للتقديم مختلف برضو اكبر. هحط كمية الكريم كراميل اللي جاي مع الصوص نفسه اللي جاي مع كريم كراميل، وابدأ احط كمية من الكنافة في الطبق وبفردها كويس جدا زي ما احنا شايفين كده. اطباق التقديم مختلفة، كل واحد حسب ذوقه وحسب عدد اسرته وحسب ما هو عايز. بعد ما خلصت كل الكمية بالمنظر ده، ببدأ معايا الكريم كراميل معايا، ببدأ اصبه زي ما احنا شايفين كده. هبدأ اكمل كل الكمية دي كلها، اصب الكريم كراميل وبعدين هسيبه بس يستهدى شوية. زي ما احنا شايفين كده انا صبيت الكميه كلها. في واحد هنا مختلف بس عشان انا صبيته كان الكريم كراميل سخن شويه، فيفضل الكريم كراميل يكون هادي اكتر من كده. بعد خلاص ما مسك شويه زي ما احنا شايفين كده، هبدا بقى احط عليه جزء من الكنافه اللي انا عاملاها وسقيها بالشربات زي ما احنا شايفين كده. بس نخلي بالنا، ولازم يكون الكريم كراميل، ما تعملوش نفس الغلطه، ان لازم الكريم كراميل يكون بارد. وبعد ما بنصبه ونحطه في الكاسات برضو بنسيبه فتره اللي في التلاجة يبرد علشان نقدر نفرد عليه طبقه الكنافه التانية. وهكمل كل الكميه كده زي ما انتم شايفين، ورشيت عليها المكسرات بالطريقه اللي انتم شايفينها، اي نوع مكسرات انتم تحبوه. بجد جميله جدا وسهله ومختلفه، نوع من انواع الكنافه. انا عامله عندي كنافه بالمانجا، كنافه بالنوتيلا، كنافه بالكاستر، كنافه بالمهلبيه، كنافه بالقشطه. عامله انواع كتيره جدا جدا من الكنافه، وكنافه بالاوريو. يعني لو قعدت اعدلكم انواع الكنافه مش هنخلص، وكنافه ساده طبعا دي الرئيسيه. اتمنى منكم ان تشتركوا في القناه وما تنسوش في اللايك.